في اتجاه كامل دلوقتي ان كل الشباب مش عايزين يبقوا موظفين، عايزين يبقى صاحب عمل او زي ما بيسموهم دلوقتي بيزنس اونر. لكن هو السؤال، هو ده قرار واعي ولا مجرد هروب من شغل ووظيفة وحد يبقى ضاغط عليا او حد يبقى مديري وانا عاوز ابقى براحتي؟ الحقيقة موضوع ريادة الأعمال في حد ذاته هو شكله مغري، حرية، مرونة، إحساس بالإنجاز لما بتحقق حاجة. في الحقيقة مش للجميع، لأن أنت عشان تكون صاحب عمل أو رائد أعمال أو بيزنس أونر مش بس إن أنت تبقى ماسك فكرة، لا أنت لازم تكون ماسك مسؤولية. عندك قرارات مصيرية محتاج تاخدها، عندك مخاطرة مالية، عندك حاجات كتير قوي 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 محتاج تشتغل عليها. وعشان كده الحقيقة الناس كتير مش بتحب تسمعها. قبل ما تبقى صاحب عمل او قبل ما تبقى بيزنس اونر لازم تعيش فتره كموظف. مش احيانا هو ده الحل الصحيح، ولكن ده بيبقى حاجه ممكن تضيف شويه لكم الخبرات المهنيه اللي عندك. الحقيقه الوظيفه ممكن تكون معمل بتتعلم فيه اساسيات السوق نفسه، ازاي تدير وقتك، ازاي تفهم العملاء، ازاي تشتغل تحت ضغط، ازاي تتعامل مع مديرين وزمايل. الوظيفه هي ممكن تكون سلمه كبيره هتخليك جاهز تبدأ في البيزنس، وإلا هتدخل السوق وانت يعني ما عندكش حماية كافية. بمعنى أصح يعني زي ما بيقولوا كده محتاجين نتهرس في الشغل شوية عشان نكون خبرة حقيقية. وده زي ما بقول مش هو ده الخط الصحيح 100%. أحيانا بتبدأ شغل من ساعة ما تتخرج أو بتبدأ ريادة أعمال، فده بيكون أحد الحلول. لأن أحيانا السوق مش بيبقى رحيم، في منافسين، في تحديات، في تمويل، في ضغوط على المنتج نفسه وجودته، انت محتاج تطلع منتج شكله ازاي. فلو ما درستش كل الابعاد دي كويس جدا 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 هتقع في اللي الناس بتسميه مقبره الشركات الناشئه. يعني احيانا شركات كتير جدا كده زي ما بيقولوا بيخرجوا بره السوق، بتبقى لسه شركات جديده. في الاخر مفيش طريق واحد ان انت تنجح فيه. ممكن تبقى موظف ناجح جدا 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 وتحقق برضه قيمه كبيره، وممكن تبقى رائد اعمال ناجح. المهم ما تختارش بدافع الهروب. زي ما احنا قلنا في الاول، انا عاوز ابقى حر، عاوز اهرب من الوظيفه. اختار بداعي الوعي، بداعي القدره. وفي الاخر مفيش طريق واحد للنجاح. ممكن تبقى موظف ناجح جدا جدا وتحقق قيمه كبيره، وعلى فكره ممكن تكون بتكسب كويس، وممكن في نفس الوقت تبقى رائد اعمال ناجح. المهم ما تختارش بدافع ان انت تهرب من حاجه وعاوز تروح لحاجه تانية. انت لازم تختار بدافع الوعي، انا عندي وعي فعلا باللي انا رايح له، عندي القدره ان انا اقدر اتغلب على كل التحديات اللي ممكن تواجهني. الحقيقه الحاجه المهمه جدا 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 هي دراسه حقيقيه. زي يعني احيانا في مجال المشروعات الصغيره بيقول لك دراسه جدوى. لازم تبقى داخل وانت فاهم كويس جدا 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 انت داخل على ايه، دارس كل شيء. بس مفيش تاكيد 100% هيقول بعد الدراسه دي انت مشروعك هينجح ولا لا، لان احيانا كتير جدا جدا بتبقى فيه متغيرات هي اقوى منك، اقوى من طبيعه العمل او البيزنس اللي انت بتشتغل عليه. فده مش معنى ان انا كمان دارس كل شيء يبقى خلاص يبقى في 100% نجاح. لا، هي احد الاسباب اللي ممكن بتديك تاكيد منطقي ان انت ممكن تنجح في مجالك ده. في النهايه زي ما اتفقنا ان انت ممكن تكون موظف ناجح جدا جدا وتيجي تنتقل لمجال البيزنس ممكن ما تنجحش بنفس الكيفيه، والعكس صحيح. ممكن ناس ممكن تسيب البيزنس تقول لك انا تعبت جدا بقى خلاص، انا كلها مخاطر كلها تحديات وعلى ايه في الاخر انا ممكن اشتغل موظف واقبض بشكل كويس واضيف قيمه لنفسي واضيف قيمه حتى للاسره بتاعتي، فبالتالي انا هرجع للوظيفه برضه. ده مش ضمان 100% ان انت هتقدر تنجح في الوظيفه بتاعتك. في النهايه ادرس، اختار بوعي، ما تنجرفش ورا احلام ممكن ما تكونش ليها اي صله بالواقع تماما. نقابلكم الحلقه الجايه.